ازيكم يا جماعة. مساء الخير، السلام عليكم. طبعا بعد ما شفنا الفيديو اللي فات يا ريت الناس تدخل عليه كلها. بتاع الإيجارات في نيويورك، ازاي تلاقي سكن لو انت مهاجر سواء من وانت هناك او هنا. وريت لكم على الكمبيوتر التطبيق بتاع زيلو. الناس سألتني على أسعار جيرسي اللي هي حمراء ولاية نيو جيرسي. اشهر مكان لتجمع المصريين فيها، وفي برضو كمان اكبر كوميونيتي المسيحيين المصريين، زائد كل طبعا بقيه الدول العربيه وجزء كبير من المصريين المسلمين كمان. في جوامع، في كوميونيتي حلو. في انا رحت طبعا اكتر من مره في جيرسي سيتي. فانا عامله لكم دلوقتي فيديو هندخل على جيرسي سيتي، بس هوريكم كمان مدينتين. جيرسي سيتي اللي هي الناس مختارها عشان هي الارخص. وبعد كده بس دونت جيت اكسايتد، لان هوريكم حاجه مهمه جدا اهم من اسعار الايجارات والشقق اللي هوريها لكم زي ما عملنا في نيويورك. حطيت لكم كمثال مدينه تانية برضو فيها تجمع شويه مصريين مش كتير، قليل. افتكروا دايما ان احنا اقل من 1 من 10%، يعني فاهميني ازاي؟ سنه 2050 هنبقى بالاحصائيات دي هنبقى 1 من 10%، مش 1%. ففي مدينه تانية اللي هي هوبوكن، اللي هي تاني حاجه فيها برضو تجمع شويه مصريين. مش تجمع مع بعض يعني انت عشان ما يتبادروا كده كانك ماسك حبه رمل وراح ترميهم كده، يعني فاهمني ازاي؟ فهتشوفوا الاسعار. اهم حاجه هنستفيدها في الفيديو ده حقيقي، وهي تعتبر بالنسبه لي انا دي اهم حاجه في حياتي واهم حاجه من كل الفيديوهات اللي انا عملتها، اللي هي ازاي نشوف معدل الجريمه ودرجه امان المنطقه. هدخل وهوريكم خطوه بخطوه بنعمل ايه، هتشوفوا الاحصائيات وتقولوا لي، وهتتفاجئوا بفرق الاسعار، وهتتفاجئوا بفرق اللي هو المستوى الامان، وتقولوا لي رايكم. هشوفكم تاني بعد الفيديو بعد ما نكمل الارقام والحاجات دي. ننتقل دلوقتي على شاشه الكمبيوتر. يلا سي يو ذير. طيب زي ما انتم شايفين كده ده موقع زيلو اللي قلنا عليه. السبيلنج بتاعه ZILLOW. زي ما عملنا المره اللي فاتت، ادخلوا على الفيديو بتاع نيويورك وشوفنا الشكل ازاي بندور على الشقه بالميزانيه اللي احنا عايزينها. ادي اول مربع هنا بنحط فيه يا اما الزيب كود بتاع المدينه يا اما اسم المدينه، بس نراعي ان احنا نحط اسم اللي هو التو ديجيتس بتاعت الولايه جنب المدينه، لان في مدن بتكون نفس اسم المدينه ده في ولايه تانية برضه. اول حاجه هنا بيقول لك بقى فور رنت ولا فور سيل، بنكليك على فور رنت. عدد الغرف والسعر. هنحط هنا في السعر المينيمم والماكسيمم. دينا حطينا هي كده ايه من اول 1000 لحد زي ما عملنا المره اللي فاتت 2400. في عدد البيدروم خلينا نحط اني عشان يطلع لنا كل حاجه موجوده سواء 1 ولا 2. هنشوف بفلوسنا دي بقى ايه نلاقي ايه اللي موجود. ادي اول مفاجاه. انا تخيلت ان في جيرسي بقى ولايه نيوجيرسي وانت يعني مواصلات بعيده لنيويورك، لو شغلك في نيويورك هيكلفك فلوس. افتكرت ان الاسعار مثلا هلاقي يا جماعه ب 800 ب 1000. ادي اول حاجه هي 1850. طبعا دي مفاجاه كبيره بالنسبه لي. اسعار جيرسي سيتي، دي مدينه جيرسي سيتي جوه نيوجيرسي اللي هي فيها تجمع المصريين زي ما قلنا. انا كانت في الاول ارخص من كده طبعا، بس لان انا ما بشتغلش فيها في العقارات. ادي هو 1950. يعني كده ما تفرقش كتير خالص عن نيويورك الحقيقة. نيويورك المنطقة اللي أنا وريتها لكم اللي هي اللي فيها حي بتاع شارع العرب الجزء الصغير، لكن هي مدينة أستوريا دي مدينة يعني طبعا كويسة جدا. ادي أنا شايفة هي التو bedrooms وكل حاجة دي كل دول one bedrooms. ادي واحدة هي بس two bedrooms ب1895. دي تو bedrooms. بقيت الشقق دي كلها بنبص عليها one bedroom. طب تعالوا نكليك عليها دي ونشوفها بقى عاملة ازاي. كده المطبخ مش بطال، ان في عندك ستانلس ستيل ابلاينسز. شايفين اللي هو ابلاينسز اللي هي التلاجة والبوتاجاز، ولو في اوفر رينج مايكروويف. طبعا الستانلس ستيل تكون اغلى من اللي هي اللي لونها ابيض دي. بس الارضيه ما عجبتنيش في الكيتشن انها خشب. فواضح بقى ايه ان دي متقفله، يعني دي كانت اصلا جزء من الليفينج روم او دايننج روم اللي بنقول عليها اللي هي اوضه السفره. الحمام نضيف اهو حلو، والكاونتر توبس جرانيت. ادي الليفينج روم وادي الماستر بيدروم. حلو كده، دي الماستر بيدروم حلوه كبيره. تمام. فيش بصوا بقى السكند بيدروم، غرفه النوم التانية صغيره جدا جدا. واضح طبعا ان دي متقفله من الصاله، فهي عباره عن كانت وان بيدروم حولوها لتو بيدرومز. تمام كده. وهي دي السعر ب 1895 يعني $1900. ده موقع على الخريطه بقى هي كده.
السيتي وبعدها عن نيويورك. ممكن تدخل على الخريطة وتشوف كل حاجة بتبان قدامك. دي شكل الشقة اهو تاني. الدولاب، شايفين الدولاب يا جماعة كبير؟ اوكي. طب بعد كده احنا ايه، شوفنا شقتين. تقدر على الخريطة انت بقى في الداتس بقى كده، النقط دي كده بالسهم تقدر تكليك حواليها بقى، بيبان لك السعر عشان يطلع لك على الناحية التانية شكل الشقة والصور. طيب ننتقل هنا كمان عندنا الشقة التانية اهي، 2 bedrooms ب1950. ادي المطبخ اهو مش بطال. غرفة النوم هي واضح انها مدهونة جديد الشقة دي. عندك اهو ستانلس ستيل ابلاينسز في المطبخ، اتفقنا بقى خلاص. ابلاينسز اللي هي التلاجة والبوتاجاز، ودي الاوفر رينج المايكروويف اللي يبقى فوق البوتاجاز، يبقى فيه شفاط من تحت حلو جدا، بحب جدا. ودي عندك هي مدهونة جديد، والارض بالبولي يوريثين اللي بتبقى متبرشة، بتعمل اللي هي الطبقة من زمان طبقة الفلوت دي اسمها بولي يوريثين. والتدفئة دي، النوع التدفئة دي بحبها افضل بكتير من اللي هو بيكون اللي هو زي ماسورة حديد طويلة كده بطول الغرفة من تحت. الحمام نضيف اهو متشطب جديد. دي هي شكل الشقة مش وحش اهو. وعندك كمان غسالة اطباق دي ب1950. دي غرفتين 2 bedrooms وحمام. طب نفترض ان الشقه دي عجبتني، بنزل تحت بقى كده ايه، اشوف ازاي وطريقه التواصل لما بتكون بمانجمنت كومباني اللي هي عباره عن اداره العماره، اللي هي بتبقى شركات اداره للعمارات. يكون مثلا الشركه دي بيكونوا برضو بروكر، اصلا يكون معاه لايسنس بتاع بروكر، بيمسك له مثلا 10 عمارات 20 عماره، ده اللي بيلم الايجار وبيسكن الناس وبيفضي الناس وحاجات كده. يعني لو في حاجات قضائيه بيوديهم محكمه، فيبقى مكتوب اسم شركة الإدارة دي المانجمنت كومباني ورقم التليفون بتاعها. أو إذا كان بروكر زي ما احنا بنعمل إعلانات على زيلو دي، أي بروكر من حقه إنه بيعمل الاشتراك في الموقع وبيعمل إعلاناته، بيقول لك اسم المكتب بتاعه، اسمه ورقم التليفون بتاعه والإيميل، وبيحط لك طريقه كده ان هو ممكن انت تملاها هو اللي يتصل بيك. يعني انت ممكن في الموقع ده تحط اسمك وتحط تليفونك وتحط ايميلك وسبميت، هو بقى بيلاقيك وبيتصل بيك. ودايما في تحت الاعلان كده بيحط لك ايه، شقق مماثله للشقه دي، سواء من حيث الايجار القيمه الايجاريه او الموقع بتاعها، بيحط لك شقق تانية برضو انت ممكن تكليك عليها وتتفرج برضو. تمام. ادي الخريطه تاني، هي بيقول لك دي بعد نيويورك عن نيوجيرسي يا جماعه، تقدر تعرف انت فين ورايح فين وجاي منين. طبعا المواصلات من نيويورك لنيوجيرسي في ترين مخصوص بتاع من نيويورك لجيرسي من منهاتن اسمه باث PATH ترين، ده برضو الفير بتاعته زي تذكره المترو بتاع نيويورك $2.75. فانت من مكانك من شغلك تاخد ترين برضو $2.75، او اذا كان في باص يوديك لمنهاتن فبتاخد مواصلتين. يعني انت بتاخد لك في الطريق مثلا اكتر من ساعه بالتاكيد. ممكن لو نزلت من الباث ترين ما تبقاش جنبه على طول في نيوجيرسي، تاخد من هناك برضو باص، لان نيوجيرسي ما فيهاش شبكه مترو، تاخد باص لبيتك. ادي هنا دي الشقه دي شايفين شكلها حلو قوي، دي بقى لها مثلا 8 ايام، بيقول لك بقى لها 8 days ago، بقى لها 8 ايام في الاعلان. بحب انا المنظر الحيطه الطوب دي والدفايه ده، دي مش دفايات حقيقيه يعني بتحط فيها خشب ونار وكده، في دفايات كهرباء بتتحط في الحيطه بتدي شكل الايحاء بالدفايه وكده. ديكور شكله حلو برضو. ادي المطبخ اهو برضو الستانلس ستيل ابلاينسز وجرانيت واوفر رينج مايكروويف. الفرن نفسه بوتاجاز يا جماعه اسمه اوفن، والمكان اللي من فوق ده كده اللي هو اللي بيبقى ستوف توب ده، دي شكل العماره، بيوري لك المدخل بتاع العماره، بوابه العماره.
حمام نظيف برضو مش وحش. ده بقى ايه دي المفروض طبعا لك الدايننج روم اللي هي اوضه السفره المفتوحه على الصاله، لان الفرنش دور ده بيبقى اسمه فرنش دور بالازاز ده كده المفتوح، بس طبعا بيحولوها يقول لك دي 1 بيدروم، انت بتحط بقى فيه اللي هي الستاره كده من جوه عشان تحولها البيدروم اللي هو الباب الفرنش دور ده. الناس اللي بتقول لي استوديو والكلام ده يا جماعه، الاستوديو مش رخيص ولا حاجه، الاستوديو ممكن بنفس سعر الوان بيدروم واغلى كمان، عشان بس تكونوا عارفين في ناس مخيلتها شوف لي الاستوديو حاجه رخيصه. ادي استوديو ب $2000 في جيرسي، تمام، بيبقى مفتوح كله على بعضه بقى، هي نفس اوضه النوم جوه الكيتشن جوه الليفنج روم، تحط لها بيبقى فيه مثلا تحط كاوتش كده كنبه جنب السرير، بس عمارة في موقعها حلو، في فيو اهي نايس، في ميه وكده على النهر، في معمول موديلنج للشقه، يعني تعملها موديلنج في الغالب بيكون بتبقى تتباع او تتأجر، بتحط لها موديلنج كده. ادي الكيتشن زي ما انتم شايفين هو حجمه صغير بس نضيف، شقه نضيفه طبعا ب $2000 اهو استوديو. احنا طبعا كده ايه برضو فكركم تاني، احنا في جيرسي سيتي، دي مدينة تجمع فيها جالية كبيرة جدا للمسيحيين المصريين اللي فيها الكنائس بتاعتهم، لما بيروحوا اللي هي الكابتكس التشيرش، هم كابتكس، هم غير الطوائف التانية بقى المسيحية، هم المصريين ما بيروحوش الكنائس التانية. غسالة ونشافة اهي جوه الشقة، عشان كده الشقة دي عمارة طبعا جديدة، طبعا حاجة فخمة شوية. حاطين لك برضو الصور دي من شقق تانية جوه العمارة، غرفة وصالة وغرفتين وصالة، الروف توب اهو عليه مكان للتشميس. ده منهاتن يا جماعه من الناحيه التانية بين الورلد تريد سنتر اهو، فده ايه ده سقف المنطقه بيبان من الناحيه التانية اللي هي الفيو بتاع منهاتن، العمارات دي من نيوجيرسي. نرجع الخريطه تاني اهي. طيب ادينا اتفرجنا هو على شويه حاجات، تمام. طيب جيرسي سيتي بقى، الموضوع المهم اللي انا عايز اكلمكم فيه دلوقتي، ازاي نعرف الامان بتاع اي منطقه. حلو كده، بندخل على جوجل في مواقع بتقول ايه معدل الجريمه كرايم ريتس في جيرسي سيتي، ممكن نكتب باكتر من طريقه. سيفتي اللي هي درجه الامان in Jersey City، ممكن نعملها بصيغه سؤال is Jersey safe place to live، هل مدينه نكتب المدينه بقى جيرسي سيتي اسمها جيرسي سيتي safe place to live. ادي هو بيطلع لك ادي ايه الموقع ده، بيوريني اللي هي السيتي داتا اللي هي ده اسم الموقع، بيوريني كل الايه معدلات الجرائم ودرجه السيفتي اللي هو معدل الامان بتاع جيرسي سيتي. بص كرايم ريت ان جيرسي سيتي نيو جيرسي، الولايات هنا بتتسمى 2 ديجيتس، اللي دخل يشوف نيو جيرسي ان جي نيو جيرسي، ان واي نيويورك مثلا. ادي اهي كرايم ريت ان جيرسي سيتي نيو جيرسي، تمام، باين لنا اهو. ادي يا جماعه اللي بالبيربل ده بقى، ديك شفتوا الجيرسي سيتي اللي هي 200 حاجه و40، ودي المدن التانية بقى اللي في جيرسي. في اول واحده اللي فوق دي اللي بالاخضر، كل اللي بالاخضر دول المدن تانية زي هوبوكن اهي 90، طبعا اقل من النص يعني حتى بكتير، فبيبان لك الفرق. كلهم شايفين انتوا المعدلات بتاعتهم كلهم اقل بكتير، فواضح ان درجه عدم الامان نسبه الجريمه عاليه جدا. ادي هي في جيرسي سيتي يا جماعه. طبعا لو كنت اتفهم لو فرق الايجار $1000 1200 1500 ماشي، لكن اديكوا شفتوا الفرق ايه ده، 100 200 300 بالكتير، لا ما تستاهلش بصراحه خالص يعني، انا في وجهه نظري الشخصيه يعني. هنعمل بقى مقارنه سريعه على طول كده، نروح على استوريا نشوف نفس اللي شفناه ده بقى في ايه معدلات الامان السيفتي في استوريا. ادي هي كرايم ريتس ان استوريا، وادي طلع لنا اهو. ادي هنشوف المعدلات هنا، بيقول لك بقى عامل لك مقارنه حلوه جدا بين استوريا كمدينه
وكل جريمه على حده، ونيويورك ستيت ولايه نيويورك، والمعدل الوطني. حلو كده. فاول حاجه الميردر، جرائم القتل 0 في استوريا، وفي نيويورك ستيت 3، والمعدل الوطني 5. تمام. بعد الميردر في بقى ايه؟ الفورسبل ريب اللي هي الاغتصاب، 0 يا جماعه في استوريا، 0 في نيويورك ستيت، والمعدل الوطني 30. وبعد كده تمسك بقى كل انواع الجرائم بقى اهي. الرابري برضه هتلاقي في استوريا اقل من نيويورك ستيت، ونيويورك ستيت اقل برضه من الايه؟ المعدل الوطني. ادي بيفصل لك بقى كل الجرائم بقى. شوفوا بقى انتوا الارقام، قربوا على الشاشه وشوفوها بالتحديد، وارجعوا تاني قارنوا بينها وبين نيويورك، بين جيرسي سيتي اللي في نيو جيرسي. الفرق كبير جدا جدا جدا. بس عشان اعرف اسماء الجرائم دي. الاسولت اللي هو الايه؟ الهجوم بقى، يعني ايه؟ في كلمه بالعربي كده بس انا نسيها حقيقه، اللي هو الاتاك، هجوم على حد، يعني خناقات حاجه كده، يعني ممكن يتسرق وكده. غير بقى اللي هي السرقه نفسها، النشل. غير الرابري اللي هو الايه؟ اللي هو التثبيت بقى في المحل. عارف بتسمعوا انتوا على الهولد مثلا، بالمسدسات، او ياخد ممكن بتبقى معاها جريمه قتل كمان مع السرقه. البرجري اللي هي مثلا سرقه، مثلا الناس عندها جالها طرود، باكجز تتسرق من قدام البيت، بايك بتاعت فلان تتسرق. في الثيفت اللي هي السرقه، وفي الاوتو ثيفت اللي هي سرقه العربيات. طيب هنروح بقى على مدينه تانية جوه جيرسي تكون افضل بقى من ايه؟ من جيرسي سيتي اللي هي رايحين لها المصري. طبعا انا على طول بتفهم يعني نوعيه كل كوميونتي، والناس بتروح. لاحظوا ان اللي بياخد القرار ده رجاله يا جماعه، اللي هي عاشت هنا وفاهمين انها شقت وتعبت في الفلوس، وبتدور على مكان رخيص تسكن فيه. بس احنا بنتكلم على عيله هتسكن، مش شباب مع بعض يعني. حتى لو شباب مع بعض مدينه شايفين برضو رجاله بتتقتل يعني، او غير حاجات كتير الناس ما تتكلمش فيها يعني. فادي هوبوكن. تدور بقى ايه؟ ادينا هنحط نفس اتعلمنا بقى خلاص ازاي ندور. ادي 1000 المينيمم، ونحط مثلا ايه 2400. ما اشتغلتش معايا، حطيت 2600 عشان ادور على 2 bedrooms، لان احنا بنتكلم على عيله هتسكن مثلا، او حتى 1 bedroom. فهنشوف دلوقتي اللي حاصل. لما حطيت في هوبوكن ال1000 طبعا ما اشتغلتش اصلا، حطيت 2400 مينيمم، ورحت حاطه بقى ايه 3000 مثلا ايه ماكسيمم، عشان اشوف هيطلع لي ايه. تمام. انت بقى بتقعد تجرب بقى وتحاول. طبعا الكلام ده زي ما متاح ليا متاح لحضرتك وانت قاعد في الريسبشن بتاع بيتكو على الكنبه البني. نفس الكلام هتعمله زي بالظبط. واللغه بصراحه لو احنا قعدنا نترجم كل كلمه مش عائق كبير بصراحه. تمام. ادينا اهو بندور. طلعت لي بقى اهو 2600 يا جماعه 1 bedroom 2600. تخيلوا هوبوكن جيرسي اللي هي اماكن انا مستحيل، انا كل واحد طبعا ذوقه الشخصي يعني، انا مستحيل اسكن فيها يعني. يبقى كده عشان اجيب جالون لبن لازم انزل واسوق العربيه واروح مش عارف فين في بلازا بعيد عني بكتير لا انا ساكنه في مكان زي كانك في اسكندريه في عز الصيف في شارع خالد بن الوليد. ده اللي انا بحبه، وجنبي نهر وجنبي. بعدين ايه الجمال بقى؟ ان في الشوارع الرئيسيه المولد ده كله تمشي بس 5 دقايق تدخل الشوارع اللي ورا السكنيه فيلل وهدوء، ترمي الابره ترن. ومش لازمني على عربيه، حتى لو قررت اقعد شهور من غير عربيه هقدر اعمل كده. انزل اركب مواصلات، همشي لحد الترين 5 دقايق، همشي لحد الباص 3 دقايق يعني. ما فيش بقى اجمل من كده يعني. وامان، وناس اشكال نظيفه حواليا، اشكال شيك، مطاعم وكافيتريات، تحس كانك في داخل فيلم سينما. طب نركز بقى. دي الشقه اللي انا بصراحه مش لاقي حاجه تفتح النفس بصراحه يعني. ادي شقه اهي 2 bedrooms 2600 2650 كمان 2650 ماشي. المطبخ ماهوش واو يعني ولا حاجه، عادي جدا. بحب انا المطبخ اللي فيه شباك ده، الستار الصغيره بتاعت المطابخ دي فيها اشكالها جميله جدا يا جماعه. وتروح تلاقي ستاره مثلا ب$5 حاجه كده يعني. اتس نوت بيج ديل يعني. تمام. المطبخ اللي هو الدواليب الابيض، وفي عندك غساله ونشافه، وفي غساله اطباق، حاجه حلوه جدا اهي. او الارض خشب. طب شيء جميل.
السكند بيدروم. في بقى المشكله بقى حكايه ايه اللي جوه الاوض، حتى عملوا الليفنج روم خشب هاردوود فلورز ده كده. الكاربت في البيدرومز ده انا ما بحبوش خالص، يعني بيلم تراب ومش عارف بقى، ناس كان عندها كلب قبل كده، عندها قطط، يجيب لك حساسيه. لما انا مستحيل اروح اخد شقه فيها كاربت يا جماعه، تجنبوا الكاربت. الحمام هو مش بطال، ليها ليتل باك يارد كده صغيره، وده شكل الايه البيلدنج من بره، تقريبا 4 ادوار. دي الحاجات القديمه طبعا، مش هيكون بقى فيه ايه اليفيتور، كلها سلالم. ادي الاسعار اهي، 2000 ومش عارفه 900، 2800، 2000، يعني الفرق خالص ما فيش بينها وبين استوريا، بالعكس كمان اعتقد انها اغلى شويه كمان يعني. كده لاحظوا ان احنا بندور من الاقل للاعلى، بندور على اقل حاجه، يعني حطينا في محرك البحث من الاقل للاعلى. بيبقى لك تقدر تبص على الماب وتشوف بعدها عن نيويورك قد ايه، المدينه فين، تبقى عارف الدنيا حواليك فيها ايه. احنا ايه اتفرجنا على هوبوكن نيوجيرسي. طبعا مدن تاني بقى، في فورت لي وفي باترسون دي بقى انا رحت وما كملتش 5 دقايق، كنت رايحه اشوف بيت لحد عايز يشتري بيت، قال لي شوفوهولي ونعمل ايه مش عارف ايه، عشان لقى بقى سعره رخيص ولقطه. انا ما فيش 5 دقايق جريت على عربيتي ومشيت من باترسون، يعني كانك بتتفرج على فيلم مشردين اللي هو الافريكان امريكان، والناس اللي هي بتاخد مخدرات وفي الشارع بتلاقيه واقفين يبيعوا مخدرات في الشارع بقى على النواصي. إيه يعني انزل والاقي بقى ايه الشارع الرئيسي، قالوا لي لا ازاي الشارع الرئيسي بقى فيه شويه فلسطينيين وسوريين، مش سوريين حقيقي، فلسطينيين معظمهم، عاملين بقى ايه محلات بقى بقاله لحوم حلال، مش عارف مطاعم بتاع حاجه كده، كلهم حاطين بقى على محلاتهم للبيع، عايزين ينفدوا بجلدهم شكلهم ويجروا. ارجعوا بقى لكل معدلات الامان وقارنوا الاسعار، قارنوا معدلات الامان، اتفرجوا على مدن كتير. واللي عنده اسئله بليز يقول لي عليها. اتمنى للجميع التوفيق. ما تنساش اشترك في القناه، دعم القناه، فعل الجرس اول، واستنى كل جديد من قناتي، وابدا من حيث انتهى الاخرون. هتوفر وقت، توفر مجهود، وتوفر فلوس. نهاركم سعيد.